بسم الله الرحمن الرحيم. محمد معفى، مهندس رئيس قسم الاشغال والشؤون التقنيه بجامعه العيون. الحمد لله بمناسبه ذكرى 49 للمسيره الخضراء المضفره هذا اليوم العزيز علينا. قام الوفد الرسمي بتدشين واحد المجموعه ديال المشاريع اللي نقدروا نعتبروا بها الثوره الثانيه ديال التاهيل وديال التنميه بمدينه العيون. عندها اليوم كانوا مشاريع عندها واحد الخاص واحد طابعيه خاصه بحكم انها كلها مشاريع ديال القرب، شملت جميع احياء العيون بدون استثناء، وانا عرفت نقول بدون استثناء. المشاريع اساسا كانت محوره حول تقويه البنيه التحتيه، خاصه اعاده تاهيل شبكه الصرف الصحي، وكذلك اعاده تاهيل شبكه توزيع الماء الصالح للشرب اللي غادي تمس ما يزيد على واحد 24,000 مسكن. والمجموعه ديال الاشغال غادي تتم على واحد الكيلومتر لينيير ديال 370 كيلومتر لينيير. وبالتالي من هذا المنبر تنطالبوا المواطنين باش يتفهموا هذه الاشغال اللي هي ضروريه، جاءت تكميله للتنميه ديال المدينه. الماء حنا تنعرفوا الاهميه ديالو والندره ديالو، وبالتالي كان ضروري باش ان الشبكه المتهالكه يتم التغيير ديالها بغلاف مالي ديال 300 مليون ديال الدرهم. وكذلك الصرف الصحي. بالفعل الشطر الاول الصرف الصحي كان درناه باتفاقيه مع الجهه، غير هذا كان الشطر الاول فقط، كان هم 45 كيلومتر. الشطر الثاني هذا فيه 30 كيلومتر تيهم لي زونتين ديال دوك لي كوليكتور. بالاضافه الى ذلك المشاريع كان فيها التاهيل الحضري، يعني تقريبا من بعد ما غادي تنتهيوا من الاشغال ديال تطهير السائل والماء الصالح للشرب، غادي يتم تبليط ديال ازيد من 120 كيلومتر لينيير على المدينه، موزعه بواحد الطريقه عادله على كافه احياء المدينه بالمليم. تقريبا كل جزء تقسيم المدينه 4 ديال الاجزاء كبرى، كل جزء تخصص فيها 30 كيلومتر ديال التاهيل الحضري، بالاضافه للتشجير وبالاضافه لتقويه الطرق، خاصه بالاحياء اللي تهلكت فيها شبكه الطرق كاحياء الوحده 1 و2، العيون السفلى كذلك. دونك كاين واحد المجموعه ديال الاحياء اللي همت هذه العمليه. بالاضافه الى ذلك تم تدشين ديال المحاور الرئيسيه التهيئه ديالهم بمدينه العيون، كالمدخل الشرقي بغلاف مالي ديال 40 مليون درهم، وكذلك المحاور الرابطه بين محاج محمد السادس وشارع حبوها. وبالمناسبه تم تم التسميه ديال شارع الخمسين بمسمى ديال الحاج الخطري ولد سعيد ولد الجماني. وكذلك المشاريع عرفت على مستوى حي الدويرات، يعني التدشين ديال اعطاء الانطلاقه ديال المشروع ديال المركز الصحي اللي كان طلب ديال الساكنه ملح، بالاضافه الى السوق ديال الدويرات حتى هو غادي يعرف واحد التاهيل في اطار واحد الاتفاقيه اللي تتم مجموعه ديال الاسواق كسوق السلام ب 24 نوفمبر، وسوق 707 بحي القدس، وكذلك سوق التعاون بالقرب من المكتبه الوطنيه.